السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا هفطر معاكم، قلت وانا بفطر معاكم كده ادردش معاكم. انا فين حاليا؟ انا في الاحوال المدنيه في العباسيه. عايزه اقول لكم بجد يعني مشوار لا على البال ولا على الخاطر، وجي مش في وقته خالص خالص، بس الحمد لله اتيسرت. انا ضيعت البطاقه بتاعتي من يومين، والنهارده انا محتاجه البطاقه جدا علشان عندي ميعاد في الشهر العقاري وعندي اوراق رسميه لازم تتعمل. زي ما قلت لكم بخصوص ان شاء الله ان احنا نجيب العفش وكده واستلمها كمواطنه مصريه، فضاعت في وقت يعني صعب جدا. المهم اني عادي طلع بجد فيه مميزات حلوه قوي. موضوع الاحوال المدنيه في مصر اتغيرت خالص، يعني دايما احنا الحاجات الحكوميه من الحاجات الصعبه، ما يزال فيها حاجات كده بس لا احسن بكتير. يعني طلع فيه خدمه فوريه ان انت تقدري تعملي البطاقه في نفس اليوم، اقدر ان انا اطلعها من وانا في البيت، وكنت هعمل كده يعني تجيلي لحد البيت وبرسوم. انا شايفه مقابل الخدمه حلوه جدا من وجهه نظري يعني. بس انا بقى زي ما بنقول ايه، الفقري فقري. طلع عندي مشكله في بيانات وثيقه الزواج بتاعتي. شايلين اسم من اسمي، حاطين لي اللقب بتاع فولكان. فانا حتى لما كنت شفت القسيمه قلت ايه ده، هو بقى في مصر يطبقوا موضوع ان الزوجه بتاخد اللقب؟ اداريها دي غلطه، وبسبب ان الغلطه دي مش متطابقه مع بياناتي ومفيش رقم قومي في القسيمه مش عارفين يطلعوا لي البطاقه، لازم انا اجي بنفسي. فجيت بقى المركز الرئيسي بتاع الاحوال المدنيه. طبعا احنا مواطنين الخارج اللي بيبقى مثلا متجوز بره وكده بيروح سجل مواطنين الخارج. الحمد لله غيرتها بسهوله، يعني قعدت نص ساعه اتغيرت على السيستم، شافوا جواز السفر، شافوا البطاقه متطابق، ان دي مجرد للاسف غلطه موظف. يعني بجد ما اعرفش هو إيه اللي كان في دماغه عشان يكتب كلمه اللقب بتاع فولكان في اسمي. وقدمت خلاص بقى دلوقتي على البطاقه فوري، بس بقى ايه مثلا 300 وشويه، وبعد كده يقول لك ما اعرفش ايصال بكذا وايصال بكذا، يعني تقريبا ممكن في حدود عدت ال 500 جنيه، بس مش مشكله هاخدها بعد نص ساعه يعني في نفس اللحظه. فمجرد ما اخدها هجري جري على الشهر العقاري عشان عندي ميعاد راح اعمل توكيل وكده. فيوم من يا دوبك ركبت الولاد بالظبط الحضانه واتحركت الساعه 8 الصبح، بس يعني الحمد لله. فما كنتش فطرت ولا اي حاجه، فبما اني قاعده مستنيها بقى قلت اما اشرب حاجه. وبعد كده النهارده يومنا هيكون فيه ايه تاني؟ النهارده اصلا مفترض ان احنا خارجين ومعزومين بره على الغدا، ورايحين لحد من حبايب امونه نبارك لهم كده في بنوتتهم. فالمفترض ان هو يكون يوم حلو، بس عارفين بقى كان العاصفه دلوقتي قلت الصبح دي، بس ان شاء الله تخلص على خير. بحكي لكم وبرغي معاكم ليه بقى؟ علشان ايه يعني تعيشوا معايا الاجواء. بس عايزه اقول لكم نتعلم حاجه من درس النهارده. نتعلم ايه؟ ان احنا ما نكسلش يا جماعه، ما نكسلش. انا بالظبط اول امبارح كانت البطاقه في ايديا، كنت بستلم الاقامه بتاعت فولكان من الجوازات هنا في العباسيه، وتكاسلت ان انا احطها في المحفظه، قلت احطها في الشنطه، وكانت قاينه بقى مش لاقياها بعد كده. فعشان كسلت دقيقه ان انا افتح المحفظه واحط البطاقه، ضاعت واتحطيت في ضغط امبارح وكده النهارده ودفعت قد كده. فده عليكم كمان ما تجسدوش، وده اول درس ناخده من الظروف الاكشن اللي احنا هنعيشها. بس الحمد لله برضو متيسره يعني. ان شاء الله بعد نص ساعه نستلم البطاقه وما نتعطلش في اي حاجه من الحاجات الرسميه، لان انا الوقت عندي ضيق جدا جدا، وهتعرفوا ده ان شاء الله خلال الفيديوهات الجايه. بس هفطر دلوقتي، هاخد البطاقه ونكمل باقي يومنا مع بعض. يا جماعه الحمد لله اخدنا البطاقه. بصوا بجد والله، هو وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، لان دي كانت غلطه. يعني انا ما كنتش هعرف ان في غلطه عندي في الوثيقه، ولا كنت هفكر ان هي صححها الا لو يعني كانت البطاقه زي ما حصل الموقف ده. لولا ان البطاقه ضاعت انا ما كنتش هعرف. فحليناها منها، حلينا الغلطه ديت على السيستم بقى خلاص، يعني على سيستم الدوله طلعنا البطاقه، غيرنا صوره البطاقه يا جماعه بقى، خدنا صوره واحنا كبار كده. كانت الصوره بتاعتي اللي هي من زمان قوي قوي قوي، اللي هي اول صوره ديت. المهم الحمد لله اتيسرت. دلوقتي بقى هروح حلوان عشان نلحق معادي برضو ان شاء الله في الشهر العقاري. الحمد لله كنت خايفه قوي عشان ممكن بتاع الشهر العقاري يقول لي لا لازم بطاقه ومش عارفه ايه، فاتيسرت. زي ما قلت لكم اول درس ما تعلموش اوعوا تكسلوا. انا اول حاجه عملتها دلوقتي اني شلت البطاقه على طول في المحفظه، بس فان شاء الله بقى اليوم متيسر.
عايزه اقول لكم رجعت الارض الوطن اخيرا. رجعت البيت الساعه دلوقتي 3:30 وكنت خارجه من حلوان الساعه 8 بس الحمد لله اتيسرت. تيجي لي زهر لايك الحمد لله كانت متيسرت بجد. لا تجربتي النهارده بجد ما شاء الله. الحاجات الحكوميه في مصر كسيستم ونظام اتغيرت، يعني حتى في الشهر العقاري نظام مختلف النهارده. في الاحوال المدنيه فكره انك تاخدي فوري وكان في سيستم. لا مبسوطه جدا بالتجربه ما تعبتش، هو بس عشان رحت بس العباسيه وبعد كده حلوان. المهم احنا المفترض دلوقتي نجهز، استريح كده 5 دقايق اجهز الولاد، نجهز ونطلع بقى نبدأ يومنا ويلا بينا. Volkan, görünmüyorsun. Evet, bu aralar işlerim var. İşler nasıl gidiyor? İşler çok yorucu ve yoğun. Volkan عايز اقول لكم يمكن النهارده صحي بدري لانه Ellerimin derisi değişti. Boyaları çıkartmaya çalışıyorum. الله البويه وقعت على ايده وقعد يقول لي كاني شلت جلدي وهو بيغسل ايده. البويه خلصت ففولكان امبارح خلص شغل بدري نام بدري فعشان كده النهارده صحي بدري شويه. وده من حظنا عشان زي ما بقول لكم ان احنا معزومين بره على الغدا. بص الحلوين لا مش ده، بيقول لي ده اوبر لا مش ده. عايزه اقول لكم فولكان مبسوط قوي بموضوع اوبر هنا بجد. موضوع ان هنا في مصر تاخد تاكسي ومواصلات اسهل بكتير من تركيا. لا مش ده برضه، لا. جنزار احنا رايحين فين؟ رايحين فين؟ في البيت. رايحين في البيبي، رايحين نشوف البيبي. ايوه اوبر فاضل له دقيقه مهم يجي بقى، واحنا مشوارنا مش بعيد واشوفكم بعد شويه. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. كمان النهارده عملت كذا مشوار كده اتاخرت. وبنانها ضيعت مش البطاقه بتاعتها. ما عملت ايش كانت رايحه في Bir, Bird, bir, beer, bir. 3 4 four, لا five, قولي هلي 1 2 3 4 5 in Turkish عربي خلاص. دور da ب ba 5 5 قولي عربي شفتي بقى؟ قولي عربي. طب بصي انا هتفق معاكي اتفاق. بابا هيعلمك انجليزي وانا هعلمك فرنساوي وانت اللي بتتعلمي احنا الاثنين تركي. ايوه سيزار قولي İngilizce عربي bana بقى. biraz Türkçe bu. هطلع لك عربي. Hadi 5-5'tir. ما تنصبيش عليا 5 خمسة سبعة لا 6 احنا ايه في 7 سبعة ثمانية تسعة 10 نانا يعني بقالك كتير غايبه وما قلتلناش رايك، اكيد هم حابين يسمعوا رايك. مبسوطه؟ مبسوطه من ايه بالظبط؟ من انا يا جاري مش عارفه ايه انت قلتي لي بص ايه؟ عارفه المثل اللي بيقول صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. يا نهاري ده احنا لسه ما سكناش ما لحقناش فينا من ما كده. عرفتيش. يا نهاري بعتيني كده على طول. هو انا هلاقي احلى من الجيره الحلوه الطيبه دي؟ ها؟ ده وتروا اعصابي، بوظوا اعصابي. لا انتوا عارفين يا جماعه ان انا بتحب الصراحه قوي. اعملوا كاتي احنا جينا وترنا وما جينا عملنا لها قلق. عملوا لي قلق. لا على فكره قرار ايمان ده مفاجاه ليا انا شخصيا، مش انتوا بس. ايوه هي طول ما قاعده عماله تطلع لنا في مفاجآت، طول ما قاعده عماله تدي قرارات. شفتي بقى؟ وربنا يجعل لها بقى الصالح ربنا اللي هيكون هو اللي ييسر لها امورها يا رب. ادعوا لها بقى إن شاء ييسر الله. لها الحال ويفتح لها الابواب المغلقه. امين امين. واجعلنا من بين ايديهم سدا وخلفهم سدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون. ده بقى للجمارك، ده اللي بتوع الجمارك يا جماعه، ده اللي بتوع الجمارك. ادعوا بقى ربنا يكون قرارها ده للصالح العام. امين امين. بس قولي انك مبسوطه من قلبك، قولي اقول ايه؟ قولي انك مبسوطه. مبسوطه بس الولاد عايزين تهذيب واصلاح. ايه بقول لكم يا جماعه اعملوا كات اعملوا كات. احنا خلينا نشوف احنا هنتغدى ايه احلى. نرجع للمنيو نشوف المنيو النهارده عندنا ايه. ماما دي مش هطلعها معايا دي ماما دي ايوه ظبطت. المهم
خلينا بقى نشوف نختار حاجه تكون حلوه للفولكان عشان هو بيقول لك الكباب التركي. ده اكل كنيزر اهو، اكل كنيزر. المهم خلينا انا عايزه اشوف حاجه تكون حلوه بقى عشان الفولكان هو بيقول لنا الكباب التركي. لا قلت له لا طب دوقوا بعد كده هجرب، يعني عايزين ندخل الحته المصريه في قلب اختاري له بقى يا ايمان اللي هيحبه. المشكله انا اصلا ما بعرف. هنحاول نختار له حاجه يا جماعه. بس بقى المطعم فيه كده كيدز اريا صغننه كده، فاول ما تنزلش بيتها بص على طول بص حاطين لهم شاشه، ف يلا انطلقوا خليهم بقى يلعبوا. يلا يا دودو. دودو قولي. خليهم بقى يلعبوا كده عقبال ما الاكل يجهز. فولكان ممبار. ممبار Mumbar. ممبار. Bizde de mumbar. اما تنينا بقى يعني كده. فولكان بيقول لكم فين اللحمه، ده الرز بس. هي الحمام bak Volkan bu elinde. Elinden kır. Elimde tutacağım. Öyle kırırsın. Ha? Tamam da et yok ki burada baksana. Böyle. Zaten ölmüş haberleri yok. Ya hiç et yok ya. Vallahi bıçakla aç. İyi aç. Aha. Ha. Et gelecek şimdi. Bugün mü? ايوه بصوا انا مش عارفه هتكونوا سامعيني ولا لا، ولكن اقدر اقول لكم ان فولكان قال لي ما تطلبيش اكل تاني بالنيابه عني. بص بيعمل ايه. Bulamıyoruz. بص ده انت بقيت مصري قال لي خد الكام خله دي معاك. Bunu reklam etme boşuna sen. ما عرفش ياكل حمام يا جماعه خالص، ما عرفش ياكل. قعد يقول لي ده الرز فين، الحمام فين، اللحمه بتاعته. لكن سان قالين كفته beğendi. Ne köfte? قالين كفته adı طرب. طرب. O iyiydi. عجبه الطرب يا جماعه. Evet o iyiydi. الكباب مش قوي. هو الكباب كان فعلا ليه Sizin تتبيله kebap مختلفه. dediğiniz parça et vardı ya. Aha. Onu beğenmedim. دي فعلا كانت متبله مسكره قوي، مش عارفه هم حاطين عليها عسل ولا حاطين بصل مسكر، فليه حق يعني. المهم الدنيا دوشه جدا، انا مش عارفه اقول لكم ايه، بس يا جماعه كويس ان في حاجه يعني من الاكل بتاعنا عجبه الطرب يا جماعه. فدي كانت اول تجربه ان فولكان ياكل حمام او كباب، فاكيد طلعنا بحاجه. نور مصر، مصر نورت. Navar? مصر نورت. لسه كنا بنشرح yukarıda konuştuk ya, anlattık ya. Hoş geldin, sefa getirdin. Nawar. Sefa getirdik. Evet. Hoş bulduk, sefa gördük. ايوه عايزه اقول لكم النهارده كان لينا 8'iydi التجربه. değil mi? Ne? Taşımacı çocuk 8'i mi gelecek? Kim? Sökecek, taşıyacak olan 8'inde mi gelecek? Adam 7-8'e sonra 9'a. Gelecek, 9'u yükleyecek. فولكان دماغه في حته. بص انا جايه بتكلمه في ايه وفولكان دماغه في حته تانية. فولكان دماغه في العفش والعفش هينزل. انت كده انا قلت النهارده نخرج مخصوص عشان نفصل شويه من التغيير والتفكير. وبرده بصوا بس المهم يا جماعه غيرنا وفكينا جو شويه بندم التجربه. Güzeldi hayatım. Güzel. ده فولكان يا جماعه. Şu an stresim var biliyorsun. Niye? Aklım İstanbul'da. عقل خلاص هو Olayı çözmeye çalışıyorum. نراكم لاحقا يا جماعه.